الاهلي بيخسر من الترجي التونسي في استاد رادس في دور الثمانية في بطولة افريقيا ابطال الدوري 1-0. اللي انا عايز اقوله بقى ان احلى حاجة عملها الاهلي النهاردة ان هو ورانا ازاي نلعب كذا رياضة في وقت واحد، كذا لعبة. ازاي بقى؟ النادي الاهلي لعب لعبتين غير اللعبة الاساسية اللي احنا المفروض رايحين نلعبها. النادي الاهلي في الاول لعب تزحلق على الجليد، هوكي، لعبة تزحلق على الجليد، كريم زحلقه، زحلقه يزحلقك. لعيبه الاهلي كلها مش واقفه على رجلها، عماله تتزحلق، عماله تقع، مع انه والله المفروض ان الملعب ده ملعبنا، رادس ده ملعبنا. والله احنا بنعتبر ان رادس دي ارضنا وبنلعب على ارضنا. حتى اسالوا الترجي والصفاقسي والنجم الساحلي، واسالوا كمان ابو تريكه. لكن اللعيبه اللي كانت بتلعب دي ومش عارفين الملعب ده، دي مش لعيبه الاهلي. لعيبه الاهلي حافظه الملعب ده اكتر ما حافظه ملعب استاد القاهره. واللعبه التانية اللي الاهلي دخلها مع كره القدم هي لعبه الهاندبول. لعبه الهاندبول، النادي الاهلي النهارده كان بيلعب كره يد مش كره قدم. حتى اسالوا بن عمري، واسالوا ياسر ابراهيم، واسالوا كابتن محمد هاني، كانوا بيلعبوا كره يد مش كرة قدم. النادي الاهلي نفسي اعرف هو بيلعب بخطة ايه او بيعمل ايه، مع ان الشوط الاولاني احنا كنا مش وحشين، ولكن ما تعرفش ايه اللي بيحصل. ما بنقدمش كورة، ما بنلعبش كورة، ما فيش جديد. والله الملعب ده ملعبنا، ارجعوا كده لسنين ورا هتلاقوا ملعبنا. والدليل ان من 2018 لغاية 2026 نادي الترجي ما جابش في النادي الاهلي جول، ما جابش جول من 2018 ل 2026. الاهلي خسر 1-0 وفي انتظار مباراة العودة اللي هتتلعب في القاهرة من غير جمهور. الحاجة الوحيدة اللي غلطان فيها الجمهور، اديكوا شفتوا جمهور الترجي كان عامل ازاي في الملعب. واحنا هنلعب ماتش العودة واحنا خسرانين 1-0، وكمان خسرانين جمهورنا اللي احنا مش هنكسب الا بيه، لان احنا لو اعتمدنا على لعيبة النادي الاهلي في الماتشات مش هنكسب حد. كل التوفيق في لقاء العودة، ان احنا نحاول نعوض من غير جماهيرنا وبلاعيبتنا دي، وان احنا نحاول نصعد من دور الثمانية لدور الاربعة، اللي انا شايفه ان بالمستوى ده وبالمنظر ده ومن غير جمهورنا الموضوع صعب جدا، وربنا يستر. سلام.